والشرطات السوداء وعلى وتحياتي بلال أحمد علام معلقا وواصفا لمباراة اليوم ما بين الرائد والهلال الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي. رمي التماس تتلعب من خالد السبيعي، كرة طويلة أمامية، محاولة الوصول عند بندر وحيشي لكن يقطع كويس جدا من وسط الملعب سيرجي ميلينكوفيتش. انفراد راية وتسلل على نادي الرائد، ضربة حرة لمصلحة نادي الهلال. اهو من بدري المحاولات لاعبي الرائد على أرضية ملعب الهلال والبينية الجميلة من أمير سعيود ومحاولة أمامية، لكن الظهور الأول لياسين بونو حارس مرمى الهلال هو اللي يأمن على الكرة. ترجع من جديد، هذه اللمسة من المنطقة الدفاعية من جانب عمر جونزاليز عند أندري مورييرا حارس المرمى صاحب السبعة. محاولة أمامية، لمسة في وسط الملعب، هذه الانطلاقة من الجانب الأيسر من جديد إلى تمريرة أمامية، وهذه المحاولة انفراد للرائد. انفراد يا راجل كان بيك اتنين العب بالعرض، ولكن التسديدة بتمر إلى مرمى. حد يطمع في الحتة دي يا يحيى يا سنبل. هنا المرة دي يحيى سنبل خبط الأوفسايد وضرب الأوفسايد، كان ممكن يلعب العرضية السريعة عند محمد سالم، ولكن هو استعجل وسدد الكرة على يمين بونو. بدايته كانت مع نادي الوداد البيضاوي المغربي، الحارس المغربي اللي ولد هناك ولكنه شارك وقدم كأس عالم رائع الأطلس في مونديال قطر 20، ومعاهم أيضا مبارك الراجح. اتمررت من جديد، ادي التمريرة في منطقة وسط الملعب عند روبن نيفيز يرجع عند جحفلي يمرر الكرة إلى روبن نيفيز من جديد إلى ياسر الشهراني. ياسر يلعب الكرة، ياسر إلى تمريرة للخلف سهلة عند حارس المرمى الحارس أندري مورييرا. تتمرر الكرة في وسط الملعب عند علي البليهي. هنا البداية من أمير سعيود، واحد من اللي عندها حلول ممتازة. سعيود لتفاريز عدى من روبن، مر من روبن، لسه الكرة معاه، مر من بونو الخطورة. يا راجل يا طماع يا سعيود، ودفاع الهلال يمنع الهدف، والرائد في خطر حقيقي على الهلال. الرائد يهدد خطر حقيقي على الهلال. سعيود يا حريف، سعيود يا لعيب، نقل واحدة في الجانب الأيسر إلى عرضية ومحاولة، لكن الإبعاد من البليهي وياسر الشهراني. رجعت الكرة، لمسة في الجانب الأيمن، محاولة إرسال العرضية من محمد سالم لمحاولة جوه المنطقة، ولكن في النهاية سهلة عند ياسين بونو. يا سلام، الرائد أخطر على مرمى الهلال بعد 13 دقيقة. حتى الآن الهلال لا زال يحاول أن يصل في ملعب بريدة لسالم الدوسري من أقصى الجانب الأيسر. سالم استلم الكرة، سالم يسلم الكرة لسعود عبد الحميد، يلعب الكرة العرضية العالية، محاولة عند متروفيتش لكنها بمحاذاة القائم الأيمن. على التنفيذ سالم يلمسها له كده سعود لسالم، يلعبها جوه المنطقه لميشائيل على يمينه سعود، لكن ميشائيل استلم ودار ميشائيل لسه مع الكوره. ميشائيل عايز يلعب بالعرض، زودها جدا واتقطعت. لا زال تمركز دفاع الهلال سيء في ارضيه الملعب، على سالم كده وروحه، ولعب الكرة في الجانب الأيمن لمحمد الدوسري، حلوة لأمير سعيود، ولكن المرة دي مر أمير يحافظ عليها دفاع الهلال، وسهلة عند ياسين بونو. أمير سعيود بيتلاعب بدفاع الهلال كيفما شاء ومتى شاء، لكن اتلعبت لسعود عبد الحميد، نقل الكرة في أقصى الجانب الأيمن إلى ميشائيل ليسافيتش اللي غار اللعبة في الجانب الأيسر إلى مالكوم عند ياسر الشهراني لمالكوم مرة تانية بالجنب اليسار. مالكوم عدل لنفسه كويس ورجع عند ياسر الشهراني، يسدد ياسر ولكن يحط هدف عن طريق ألكسندر متروفيتش بكرة عرضية. دائما وأبدا ما تكون رأسه هي كلمة السر عشان يفرح جمهور الهلال، عشان يطمن جمهور الهلال.
المترو برأسه كما عودهم هناك في البريمير ليج. هنا في الروشن ليج يتقدم بالهدف الأول ألكسندر متروفيتش. في تاريخ المواجهات المباشرة ما بين الهلال والرائد، طبعا لقاء جمع ما بينهم كان بنتيجة 3-2 لمصلحة الهلال. لكن نشوف الضربة الركنية اللي بتتلعب عالية المرة دي جوه منطقة الجزاء، حلوة لكن في العارضة، حلوة ولكن في العارضة بتهديد في اللقطة الماضية. لسه الخطورة ريداوية، لسه ريداوية، ولكن فيها راية مرفوعة، تسلل، ضربة حرة غير مباشرة حلوة. مامادو مالوم، وأول تهديد على مرمى ياسين بونو، تحميه العارضة. مغربي واللي يعتبر يعني صعبة صدها بونو، ثم عادت إلى الدوسري. هنا بونو قافلها بالضبة والمفتاح وإلى ضربة ركنية. ممنوع الاقتراب من مرمى الهلال في حضرة ياسين بونو. وخالد نسبيعي جاي يلعب الضربة الركنية، خالد نسبيعي عالية جوه المنطقة. هنا المحاولة ولكن جحفلي قبل تافاريز، ضغط من جانب الدوسري، سالم ولكن أمير سعيد، ثم